قبل ما ابدا الفيلم ما تنساش تتاكد انك مشترك في القناه ومفعل الجرس عشان يوصلك كل الافلام الجديده. وعشان ما اطولش عليك يلا بينا على الفيلم. بيبدأ الفيلم مع واحدة اسمها أشلي وهي سايقة العربية، وساعتها بتتصل بها والدتها عشان تطلب منها تطمن على أخوها، وبتطلب منها تقضي معاه رأس السنة. فبتقول لها أشلي إن هي مشغولة في الشغل ومش هتقدر تروح له. وبنعرف إن أشلي شغالة جليسة أطفال لولد مراهق اسمه لوك، وبيكون ساعتها لوك مع صاحبه جاريت، واللي بيقول له إن دي فرصته الوحيدة عشان يقول لأشلي إن هو بيحبها. لكن جاريت بيقول له إن دي الجليسة بتاعته إن هي أكبر منه في السن. فبيقول له لوك إن هو متأكد إن هي هتحبه بعد اللي هيعمله معاها النهارده. فبيقول له لوك ان هو هيستغل ان هم هيكونوا لوحدهم النهارده عشان يثبت لها ان هو بيحبها، وبيعرفه ان هو عنده خطه، وبيقول له ان هو هيشغل فيلم رعب عشان تخاف ويقول لها ان هو يحميها. لكن فجاه بتدخل عليهم والده لوك وبتطلب منه ينام بدري، وبعدها بتنزل عشان تقابل اشلي. وقبل ما يمشوا بتوصيها والده لوك عليه، وبتديها حبوب منومه عشان تديها لوك عشان ينام، وبتحذرها ان تصرفات لوك بقت غريبه جدا الفتره الاخيره، وانه ساعات بيمشي وهو نايم وبيعمل حاجات غريبه. وبتقول لها تحط قلم على الباب من بره عشان تتاكد ان هو نام طول الليل وان هو ما خرجش من الاوضه. وبعدها اهله بيخرجوا من البيت وبيمشوا، وكمان جاريت صاحبه بيمشي بعدهم عشان يفضل لوك مع اشلي لوحدهم. وبعدها بيخرج لوك من الاوضه بتاعته وبيطلب من اشلي ان هي تتفرج معاه على فيلم الرعب، لكن اشلي بتتعامل معاه كانه طفل صغير، وبتطلب منه يلعب اي حاجه على ما تخلص المكالمه بتاعتها. وبتكون المكالمه دي من ريكي حبيبها، واثناء ما كانت اشلي بتتكلم معاه بيفضل لوك يتصنت عليهم وهو متضايق جدا، وبيسمعها وهي بتقول لريكي ان هي هتكلمه تاني اول ما الطفل اللي معاها ينام. وبعد ما بتروح وبتحط الغسيل في الغساله بترجع بتلاقي لوك ماسك مشروب وبيشرب عشان يثبت لها ان هو راجل وما بقاش صغير. فبتاخد منه المشروب وبتمنعه وبتطلب منه ينام، وبتروح عشان تفضي الازازه في الحوض. لكن ساعتها بيجي لها اتصال تاني من حبيبها ريكي، فبتشرب من الازازه بعد ما عرفت ان هي غاليه جدا. لكن لوك ساعتها بيشوفها وبيطلب منها ان هو يشرب معاها، وبيوعدها ان هو مش هيقول لاهله على اللي حصل. فبتضطر ان هي توافق وبتسيبه عشان ما يقولش لاهله ان هي كانت بتشرب اثناء العمل. وبتقرر اشلي ان هي تتصل بالمطعم عشان تطلب بيتزا ليهم، لكن قبل ما تتصل فجاه التليفون بيرن، ولما بترد على الاتصال محدش بيرد عليها. وبعدها بتروح عشان تتفرج مع لوك على الفيلم الرعب. فبيقول لها لوك ان ريكا حبيبها ما يستحقهاش وانها تستحق واحد شجاع زيه، لكن اشلي بتقول له ان هو صغير وان هي لو كانت في سنه كانت هتحبه لكنها اكبر منه. وفجاه جرس الباب بيرن، ولما بتبص اشلي بتلاقي عامل التوصيل ومعاه بيتزا. فبتستغرب جدا لانها ما طلبتش حاجه. فبيقول لها لوك ان ممكن يكون ابوه هو اللي طلبها، وبيفتح الباب وبياخد البيتزا منه. وبعدها بيرجعوا عشان يكملوا الفيلم سوا، لكن ريكي حبيبها بيفضل يرن عليها. فبيتضايق لوك جدا، ولما بتلاحظ اشلي ان لوك متضايق بتعمل نفسها خايفه من الفيلم وبتمسك ايديه عشان تصالحه. لكن لوك بيفهم غلط وبيعتقد ان اشلي بقت معجبه بيه وبتحاول تقرب منه، فبيقرب منها هو كمان، لكن اشلي بتمنعه فورا. وفجاه بيجي لها اتصال من رقم غريب وبيقول لها ان هو شايفهم وشايف اللي بيحصل بينهم، وبعدها بينقطع الاتصال. فبتعتقد اشلي ان في حد بيراقبهم، واول ما بتبص من الشباك مش بتلاقي اي حد، لكنها بتلاقي الباب الخلفي للبيت مفتوح. فبتخاف جدا وبتعتقد ان في حرامي موجود في البيت، وبتقول للوك ان هي متاكده ان هي قفلته، وبتطلب منه ان هو يدي لها التليفون بتاعها عشان تتصل بالشرطه فورا. لكن وهو بيرميه بيقع منه في الميه، وفجاه الباب بيخبط تاني، ولوك بيحاول ان هو يثبت لاشلي ان هو راجل ومش بيخاف، وبيقرر ان هو يفتح الباب. لكن فجاه جاريت بيدخل فيه وبيقع على الارض، وبتفهم اشلي ان لوك كان بيحاول يخوفها وان هو متفق مع صديقه جاريت. فبتتضايق اشلي جدا وبتقول له ان هي كانت قلقانه وانها كانت هتتصل بالشرطه بعد ما شافت الباب الخلفي مفتوح. فبيقول لها جاريت ان مش هو اللي فتحه. وفجاه بيسمعوا صوت جاي من الدور العلوي، فبتدخل اشلي بسرعه المطبخ وبتمسك السكينه، وبتطلب من جاريت ان هو يتصل بالشرطه فورا، وبتقول لهم لو سمعوها بتصرخ يستخبوا فورا في اي مكان لحد ما الشرطه توصل. لكن اول ما بتطلع فوق بتلاقيهم جايين وراها جاري، وبيكتشفوا ان في حد كسر الازاز بتاع الشباك عن طريق قلب طوب، وبيستغربوا جدا. ولما بتحاول اشلي ان هي تتصل بالشرطه مش بتلاقي ارسال، ولما بيحاولوا يستخدموا اللاب بيكتشفوا ان الانترنت كمان مفصول. فبتاخد لوك بسرعه عشان يهربوا من البيت، لكنهم بيلاقوا كاوتش العربيه بتاعها مقطوع. ولما بينزل جاريت من فوق بياخد معاه القالب
وبينصدموا لما بيلاقوا مكتوب عليه ان هم لو مشوا من البيت هيموتوا. وفجأة بيظهر نور قوي من بره البيت، فبتطلب منهم اشلي ان هم يستخبوا فورا، لكن جاريت بيخاف جدا وبيطلع يجري بره البيت، وقبل ما تلحقوا اشلي حد بيضربه بالنار وبيموت على الارض. فبتدخل بسرعة للبيت تاني وبتحاول ان هي تطمن لوك، وبتقول له ان هم هيكونوا كويسين، وبتقول له ان هم يطلعوا للبلكونة اللي في الدور العلوي ويطلبوا المساعدة من الجيران لحد ما اي حد يسمعهم. وبعدها بتسأل لوك عن مكان المسدس بتاع والده عشان يقدروا يدافعوا عن نفسهم. وفجأة بيظهر خيال شخص على الباب اللي وراهم، فبيجروا بسرعة على الدور العلوي عشان يدوروا على المسدس، لكنهم بيشوفوا واحد في البيت وهو لابس قناع وبيدور عليهم. فبيدخلوا هما الاتنين وبيستخبوا في المخزن. فبيقول لها لوك ان هو هيخرج ويدور على المسدس بنفسه، لكن اشلي بتحاول تمنعه، فبيقع عليها عنكبوت فبتخاف جدا وكانت هتقع من على السلم، لكن لوك بيلحقها قبل ما تقع. وبعدها بيستخبوا هما الاتنين في اوضه الغسيل، وبيروح لوك بعدها عشان يجيب المسدس، لكن الشخص الغريب بيسمعهم وبيرجع وبيكون معاه بندقيه، فبيستخبوا ورا الباب. ولما بيدخل الاوضه بيتسحبوا بعدها وبيدخلوا جوه الدولاب. وساعتها بتلاحظ اشلي ان الشخص ده لابس القناع بتاع لوك، فبتفهم ان دي لعبه من لوك عاملها مع صديقه جاريت عشان يثبت لها ان هو مش طفل. فبتتضايق اشلي جدا وبتقول لهم ان دي تصرفات اطفال وانها كانت ممكن تموت من الخوف. وبتقول له ان هو لو فاكر ان البنات كده هتحبه فهو شخص مريض ولازم يتعالج. وبتمشي عشان تتصل باهله وتقول لهم على اللي حصل، لكن لوك بيروح وراها وبيمنعها وبيضربها، فبتقع اشلي من على السلم وبيغمى عليها. واول ما اشلي بتفوق بتلاقي نفسها مربوطه ومتكتفه. واول ما بيشوف اشلي فائد بيهددها وبيقول لها ان هي لو صرخت هيخلص عليها فورا. فبتطلب منه اشلي ان هو يفكها، فبيقول لها ان هو هيفكها لكن بشرط ان هي تلعب معاه لعبه التحدي او الصراحه. وبيقول لها ان هي لو كسبت هيفكها فورا. فبتضطر اشلي ان هي توافق وبيبداوا فعلا اللعبه. ولما بيجي الدور على اشلي بتساله لو كان قال لصديقه جاريت ان هو اللي قتل الفار بتاعه عشان توقع بينهم. فبيتضايق جاريت جدا وبيزعل من لوك. وبتستغل اشلي الفرصه وهما بيتكلموا على بعض وبتستخدم الكشاف عشان اي حد من الجيران يشوفهم ويساعدها. وبعدها بيطلب جاريت من لوك ان هو ينهي اللي بيعمله قبل ما اهله يرجعوا عشان ما يحصلش اي مشكله ليهم. لكن لوك بيقول له ان هو عامل حسابه وان هو حاطط حبوب منومه في المشروب اللي هيخلي اشلي تشرب منه، وان اول ما اهله يرجعوا هيلاقوها نايمه وهيعتقدوا ان هي اغمى عليها من كتر الشرب. فبتخبط اشلي الازازه عشان تقع على الارض وتتكسر. فبيتضايق لوك جدا منها، لكن فجاه جرس الباب بيرن. ولما بيروح لوك عشان يشوف مين بيلاقيه ريكي حبيب اشلي. وبيرفض لوك ان هو يفتح له، فبيطلب ريكي ان هو يفتح له وياخد منه الورد عشان يديه لاشلي. وبيقول له ان هو هيمشي بعدها. لكن اول ما لوك يفتح الباب بيدخل ريكي وبيقدر ان هو يضحك على لوك عشان يفتح الباب. واول ما بيدخل بيشوف الازاز مكسور على الارض وبيشك ان في حاجه غلط حصلت وبيدخل عشان يدور على اشلي. لكن لوك ساعتها بيضربه على دماغه بالمضرب عشان يقع على الارض. لكن ريكي مش بيحصل له حاجه وبيقوم تاني، وكان لسه هيمسك لوك ويضربه لكن لوك بيضربه في وشه. ولما بيقوم ريكي تاني وكان لسه هيضربه جاريت بيتدخل بالبندقيه اللي معاه، فبيستغل لوك الفرصه وبيضرب ريكي تاني على دماغه عشان يفقد الوعي. وبعدها بيقوم ريكي وبيلاقي نفسه مربوط على الكرسي جنب اشلي. ولوك بيقوم عشان ينظف المكان بعد كل اللي حصل. فبتطلب منه اشلي ان هو يفكها ويسيب جاريت وريكي يمشوا من البيت، لكن لوك بيرفض. ولما بتسال اشلي ريكي عن السبب اللي خلاه يجي للبيت بيقول لها ان هو وصله رساله منها وان هي اللي طلبت منه يجي. فبتفهم اشلي ان لوك هو اللي بعت الرساله من تليفونها. وبيتضايق جاريت جدا من تصرفات لوك اللي ما اتفقوش عليها، وكان عايز يشوف الرساله عشان يتاكد، لكن لوك بيمنعه وبياخد منه التليفون وبينكر ان هو عمل كده. وبيطلب من جاريت ان هو يروح الاوضه الثانيه ويسيبه وهو هيتصرف معاهم. وبعدها بنكتشف ان لوك كان حاطط الموبايل بتاع اشلي في كيس بلاستيك وان هو ما حصلوش اي حاجه. وبعدها بيطلع لوك الموبايل وبيطلب من اشلي ان هي تبعت رساله بصوتها لصديقها جيرمي، وده بيكون حبيبها القديم. وبيقول لها تطلب منه فورا يوصل للبيت والا هيخلص عليها. لكن اشلي بترفض ان هي تعمل كده لانها بتكون مش عايزه تتسبب في مشاكل تانية لاي حد. فبيتصل لوك هو بنفسه بجيرمي وبيطلب منه يجي فورا وبيقنعه ان اشلي تعبانه. فبيقلق جيرمي جدا وبيقول له ان هو هيجي فورا. ولما بيطلب ريكي من لوك يدخل الحمام مش بيوافق، فبيعمل حمام على نفسه. فبينظف لوك المكان بسرعه وبياخد الزباله عشان يرميها بره البيت. فبتستغل اشلي الفرصه وبتحاول ان هي تفك نفسها وبتستخدم قطعه ازاز كانت معاها لما كسرت ازازه المشروب، لكن ايديها بتنزف على الارض. فبتمسح اشلي بسرعه الدم من على الارض عن طريق الشراب بتاعها قبل ما لوك يرجع. ولما بيرجع لوك بيقول لهم ان هم يستحقوا اللي بيعملوا فيهم وان هو مبسوط باللي بيعمله. لكن فجاه بيشم لوك ريحه سجاير، ولما بيبص على جاريت بيلاقيه
بتلاقيه هو اللي بيشرب، وبتستغل اشلي الفرصه عشان تفك رجليها وبترجع تاني زي ما كانت قبل ما لوك يشوفها، وبيدي سيجاره ريكي عشان يشربها، لكن ريكي بيرفض، فبيهدده لوك وبيقول له ان هو هيخلص عليه لو ما نفذش اوامره، فبيضطر ريكي ان هو يعمل كده. وبعدها بيبدا لوك ان هو يلعب معاه عن طريق لعبه شافها في التلفزيون، وبيفضل يخوف فيه، فبتستغل اشلي الفرصه عشان تفك نفسها بسرعه، وبتاخد المسدس وبتهدد لوك عشان يوقف اللي بيعمله، وبتطلب منه يفك ريكي، لكن لوك بيسيب الجردل اللي معاه عشان يقع على دماغ ريكي ويخلص عليه. ولما بتستخدم اشلي المسدس بتكتشف ان هو كان فاضي، وبتفهم ان لوك كان بيخدعهم كل المده دي. ولما بتحاول اشلي ان هي تجري بسرعه وبتخرج من البيت، بيجري لوك وراها عشان يمسكها، وبيقدر ان هو يوصل لها وبيضربها بطلقه مخدره بالبندقيه بتاعت والده قبل ما تطلب المساعده من الناس اللي في الشارع. وبعدها بيرجعها تاني البيت وبيربطها بسلوك الكهرباء بتاعت شجره الكريسماس، ولما بيحاول يقرب منها بتضربه برجليها عشان يقع على الارض. وبعدها بيساله جاريت هيتصرف ازاي دلوقتي قبل ما اهله يوصلوا، فبيقول له ان هو هيقدر يقنع اهله باي حاجه زي ما قدر ان هو يقنع والدته ان هو بيمشي وهو نايم بعد ما شافته وهو بيسرق فلوس منها بالليل. وبيطلب من جاريت ان هو يخلي باله من اشلي وما يقربش منها ابدا، وهو هيتصرف مع جيرمي. وساعتها بيوصل جيرمي بره البيت، ولما بيقابله لوك بيطلب منه يستنى هنا، وبيقول له ان اشلي هتنزل دلوقتي وتقابله. لكن لوك بعدها بيطلب منه ان هو يكتب اعتذار لاشلي بسبب اللي عمله معاها زمان وانه انفصل عنها، وفعلا بيوافق جيرمي وبيكتب الاعتذار عشان تطلع اشلي وتوافق ان هي تتكلم معاه تاني. وبعد ما بيخلص جيرمي بيلاقي لوك اختفى، وفجأة بعدها لوك بيظهر من وراه وبيخلص عليه. وساعتها اشلي بتحاول ان هي تخدع جاريت وبتطلب منه يفكها، وبتوعده ان هي مش هتقول لاهله على اللي حصل. وفعلا بيوافق جاريت وبيبوسها وهو بيفكها وبيعتذر لها، لكن ساعتها بيدخل لوك وبيشوفه وبيتضايق منه جدا وبيضربه بالبندقيه بتاعته، وبيقول له ان هو حذره ويقرب منها، فبيطلب منه جاريت ان هو ينقذه بسرعه قبل ما يموت، لكن لوك بيضربه تاني عشان يخلص عليه. وبعد ما بيزعل عليه بيحاول ان هو يقنع نفسه ان هو كان يستحق الموت بسبب ان هو كان شخص مزعج. وبعدها بيقعد جنب اشلي وبيفضل يحكي لها وبيقول لها ازاي والدته كانت بتعامله، وان هي كانت بتخاف عليه جدا، وان كل اللي حواليه بيعتبروه طفل صغير. لكن اشلي مش بتنطق باي كلمه وهي بتبكي، فبيطلع سكينه وبيخلص عليها هي كمان. وبعدها بيشغل اغاني وبيفضل يرقص وهو بينظف كل الادله اللي ممكن تكون ضده عشان القضيه تلبس في جيرمي حبيب اشلي، وبيحط بصماته على السكينه والبندقيه اللي معاه. وبعدها بيغسل سنانه وبيغير هدومه وبيرجع كل حاجه زي ما كانت. واول ما بيعرف ان اهله قربوا يوصلوا للبيت بيدخل الاوضه بتاعته وبيرجع القلم على الباب زي ما كان عشان يفهموا ان هو ما خرجش من الاوضه، لكن القلم مش بيثبت، فبيضطر ان هو يحطه من بره. وبعدها بيدخل الاوضه بتاعته عن طريق البلكونه من الاوضه الثانيه، وبعدها بياخد حبايه منومه عشان ينام. واول ما اهله يوصلوا وبيشوفوا اللي حصل بينصدموا جدا وبيتصلوا بالشرطه فورا، وبتطلع امه عشان تحضنه وتطمن عليه. لكن فجاه بيسمع لوك من الشرطه ان في حد لسه عايش، وبينصدم لوك لما بيلاقي اشلي لسه عايشه بعد ما قدرت ان هي توقف النزيف عن طريق اللزقه. وبيشوفهم وهم بينقلوها للمستشفى، فبيقول لاهله ان هم لازما يزوروا اشلي في المستشفى بسرعه عشان يطمنوا عليها. بس كده، وده كان فيلمنا النهارده. يا رب لو عجبك اعمل لنا لايك واشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش، وفعل الجرس عشان يوصلك كل الافلام الجديده. وسلام.